في أداة صغيرة غيرت حياتنا من مئات السنين، حاجة بتخلي عينك تشوف أضعاف قوتها، حاجة خلت البحارة يحددوا مسارهم والعلماء يكتشفوا أسرار الفضاء والصيادين يصطادوا بدقة. النهاردة هنتكلم عن النظارات المعظمة، هنعرف الفرق بين كل نوع ونوع وإزاي ظهرت لأول مرة وإيه التطورات اللي وصلت ليها. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الحلقة. القصة بدأت سنة 1608 في هولندا. صناع نظارات كتير كانوا بيجربوا عدسات، وأشهرهم هانس اللي قدم طلب براءة اختراع لمنظار بدائي يقرب الصورة. بعدها بسنة جاليلي سمع عن الاختراع، عمل نسخته وفضل يطورها لحد ما وصل لتكبير أكبر من النظارات اللي قبل كده. المنظار ده فتح له باب للسماء، شاف أقمار المشتري وأطوار كواكب الزهرة، وهنا العلم اتغير. الفكرة بقت مش بس نقرب، لا نفهم كمان. مع الوقت ظهر سؤال، ليه ما نعملش اتنين جنب بعض علشان العينين سوا؟ فعلا ظهرت محاولات مبكرة في القرن ال17 لتلسكوب مزدوج، لكن أول أشكال عملية فعالة كانت بسيطة: عدسة شيئية محدبة وعدسة عينية مقعرة، بيدي صورة معتدلة على طول من غير مراية ولا منشور، بس مجاله ضيق وتكبيره محدود. النوع ده هو اللي اتطور بعد كده النظارات الأوبرا الخفيفة. مشكلة العدسات زمان كانت الأطراف بتتلون وبتشوه التفاصيل. سنة 1758 اتقدم العدسة اللالونية، تركيبة عدستين من زجاج مختلف تقلل الألوان الطفيلية، النتيجة صورة واضحة وأنظف، وده كان حجر أساس لأي منظار محترم بعد كده. الجنود والبحارة كانوا أول ناس يحسوا بقيمة الأداة دي في البحر، وتتبع الأفق، تحديد السفن قبل ما تضطرب، قراءة إشارات في البر، استطلاع رصد مدفعي، ومتابعة تحركات العدو حتى قبل ما تبقى نظارات معظمة بالشكل اللي نعرفه. أي وسيلة تقريب كانت ميزة تكتيكية. النقلة الكبيرة حصلت لما المخترع الإيطالي بورو سجل تصميم منشورات بورو سنة 1854. المنشورات دي بتقلب الصورة وتخليها معتدلة وتدي مجال رؤية أوسع وعمق مجسم مريح للعين. هنا حسينا لأول مرة بإحساس تاني، ثنائي العينين. الحقيقة من ساعتها بقى عندنا نوعين كبار: جاليليان من غير منشورات، خفيف وبسيط بس تكبير محدود ومجال ضيق ومفيد للأوبرا والمسرح. كيبلري بيعتمد على منشورات بورو لتعديل الصورة وتوسيع المجال، وده اللي فتح الباب للمناظير الحديثة. في ألمانيا كان كارل زايس أسس ورشة بصريات منتصف القرن ال19، بعده انضم أرنست اللي نظم طرق حساب وتصميم العدسات، ومع اوتو شوت اتوفر زجاج بصري بجودة وتركيبات كيميائية أدق ثلاثي. ده عمل ثورة. آخر القرن ال19 زايس بدأت تنتج مناظير بجودة تصنيع ومعايير ثابتة، مسارنا فيها هيبقى صافي ومستقر. الشركة ما اكتفتش بالتجميع، هي اللي حطت قواعد علمية للتصميم، فبقت العدسات محسوبة، التشوهات متحكم فيها، ونتيجة حدة وتباين كانوا خارج المنافسة وقتها. من هنا المناظير بقت معدات معتمدة للجيش والبحرية والعلماء والرحالة، ومهدت بعد كده ابتكارات القرن العشرين زي طلاقات منع الانعكاس وأنواع المنشورات الأكثر تعقيدا. الخلاصة سنة 1608 اختراع المنظار الأحادي في هولندا، و1609 جاليليو يطور الفكرة ويغير فهمنا للسماء. القرن ال17 وال18 محاولات مبكرة لنظارات ثنائية زائد عدسات لا لونية تحسن الجودة. 1854 منشورات بورو، صورة معتدلة، مجال أوسع، تجربة حقيقية للعينين. أواخر القرن ال19 معايير جديدة للصناعة وجودة عدسات رفعت المناظير لمستوى احترافي. خلينا نبدأ من أشيك وأبسط نوع نظارات الأوبرا. دي كانت أيقونة في القرن ال18، صغيرة أنيقة بتلمع بالذهب والعاج أحيانا، ومش معمولة للحرب لكن للمسارح والحفلات. التكبير بتاعها بسيط جدا، يقرب لك الممثل على المسرح أو المغني في الحفلة. يعني وظيفتها مش قوة، وظيفتها أناقة ورفاهية. بعدها عندنا النظارات البسيطة، ودي تقريبا الوريث الشرعي. النظام بتاعها بسيط: عدسة شيئية محدبة زائد عدسة عينية مقعرة، النتيجة صورة معتدلة على طول من غير مراية ولا منشورات. الميزة خفيفة وسهلة الاستخدام، العيب مجال الرؤية ضيق جدا، وده يخليها محدودة جدا في الاستخدام. هنا بقى نوصل لأشهر نوع لحد النهاردة، نظارات بورو. ظهرت في القرن ال19 بعد ما بورو اخترع نظام المنشورات. المنشورات دي بتقلب الصورة وتخليها مستقيمة
وفي نفس الوقت توسع مجال الرؤية بشكل مدهش. الميزة انك بتشوف صورة عريضة واضحة وبتحس بعمق مجسم 3D تقريبا، غير انها سهلة الاستخدام ورخيصة نسبيا، علشان كده انتشرت بشكل ضخم خصوصا بين الجنود والرحالة. ندخل على المنافسة الأحدث، النظارات الثقفية. دي بقى شكلها أنحف ووزنها أخف لأن العدسات فيها في خط مستقيم. النتيجة تصميم مدمج سهل تحطه في شنطة أو تعلقه في رقبتك من غير ما تحس بيه. الميزة الكبيرة وضوح ودقة أعلى، ودي نقطة بتفرق مع المحترفين في الصيد والرحلات. العيب أغلى من نظارات بورو ظهرت بقى في القرن العشرين ولحد النهارده مستخدمة عند الناس اللي بيدوروا على الجودة أكتر من السعر. مع الحروب العالمية النظارات دي بقت مش رفاهية، بقت ضرورة. النظارات العسكرية اتصممت مخصوص علشان تتحمل كل الظروف، مقاومة للمياه والضباب، تدبير عالي جدا. بعض الأنواع كان فيها نظام للرؤية الليلية. الحرب العالمية الأولى والثانية هم اللي خلوا التطوير يجري بسرعة رهيبة، والنهارده أي جيش في العالم عنده نسخ مطورة من النظارات دي. ومن هنا ظهر نوع مدهش النظارات. آخر نوع معانا هو النظارات الفلكية. دي مش منظار صغير تشيله في جيبك، دي أجهزة ضخمة بتوصل لتكبير عالي جدا. في بعض الموديلات مصممة خصيصا لمراقبة السماء والقمر والكواكب والمجرات القريبة. وطبعا علشان حجمها وتقريبها الكبير لازم تثبت على حامل والا الصورة تتهز جدا. اللي بيحب الفلك بيعتبرها وسيلة ممتعة قبل ما يدخل على التلسكوبات العملاقة. لما تيجي تختار نظارة معظمة هتلاقي مكتوب عليها رقمين. الرقم الأول التكبير، مثلا 10x، يعني الحاجة هتبان أكبر 10 مرات. الرقم الثاني زي 50 ملم أو 42 ملم. ببساطة كل ما زاد التكبير تقرب أكتر لكن الصورة تبقى أغمق وحساسة لأي اهتزاز، وكل ما زاد قطر العدسة تدخل ضوء أكتر الصورة تبقى أنور لكن وزن النضارة يزيد. لو هتستخدم المنظار في أي مكان فيها إضاءة قليلة زي الغابات بالليل أو الفلك يبقى العدسة الكبيرة أنسب زي 50 أو 70 ملم. لكن لو هتشيلها طول اليوم في رحلة سفاري العدسات الصغيرة 25 و 32 ملم هتكون أخف وأسهل. المجال البصري هو المسافة اللي تقدر تشوفها عرضيا من مكانك. لو مجال واسع مناسب للصيد أو متابعة مباراة أو حركة سريعة. لو مجال ضيق مفيد أكتر للتفاصيل البعيدة زي النجوم والكواكب. النقطة دي مهمة جدا لو رحلات طويلة أو صيد بالساعات. صدقني الوزن بيفرق. بورو غالبا أضخم شوية، روب أرفع وأخف بس سعرها أغلى. المنظار المناسب مش الأغلى ولا الأشيك، هو اللي يخدم استخدامك. اختار التكبير المناسب، حجم العدسة المريح، ومجال الرؤية يسهل مهمتك. من أول الناس اللي اعتمدوا على النظارات المعظمة كانوا البحارة. تخيل نفسك في القرن ال 18 البحر واسع قدامك والعدو أو حتى سفينة تجارية ممكن تبان في الأفق كنقطة صغيرة. النظار هنا كان الفرق بين الحياة وموت، بين الربح والخسارة. النهارده النظارات المعظمة مش مقصورة على بحار ولا جندي ولا عالم. كل صياد، كل مستكشف، كل عاشق للطبيعة عنده نسخة منها. أداة بسيطة لكن وراها قرون من التاريخ والتطوير.